وعشان البطولة دايما بتولد من رحم المعاناة، كلمك النهاردة عن بطلنا المصري محمد علي، حارس منتخبنا الوطني في بطولة العالم 2025. حارس مرمى بيلعب درجة تانية في ألمانيا، من حارس مرمى ثالث لمنتخب مصر في بطولة عالم 2023 لكريم هنداوي وحميد، لحارس مرمى أساسي في أولمبياد باريس وبيجنن الدنمارك ملوك اللعبة حرفيا. بيعمل 11 تصدي من 21 تسديدة بنسبة نجاح 52%. ومش بس كده، ده كان بيضرب صدره بعد كل تصدي لدرجة إنه خلى صحيفة عالمية بحجم الديلي ميل تتكلم عنه وتقول الدب المجنون الذي ارتجفت منه الدنمارك. حارس مرمى بيتعاقد مع سبورتنج لشبونه، وسبورتنج لشبونه يعتبر من اكبر الانديه اللي موجوده في البرتغال في كره اليد. ومش بس كده، ويكسب معاهم كمان السوبر البرتغالي. وعشان كمان يكون الحارس الاساسي لمنتخب مصر في بطوله العالم 2025، بيعمل مباراه تاريخيه قدام كرواتيا صاحبه الارض، وبيعمل 14 تصدي من 37 تسديده. احب افكرك ان منتخبنا المصري وصل للدور الرئيسي من بطوله العالم 2025. اتمنى النجاح للمنتخب المصري يوصل لابعد دور في البطوله ان شاء الله. محمد علي البطل المصري كما يجب ان يكون.